السلام الناس كلها ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. باش نشوفوا في الفيديو اليوم لماذا اشتكى أجاكسون الفرنسي قضية التزوير والاحتيال. باش نشوفوا شرح قانون مبسط كيف وصلت العقوبة لسنة كاملة وأثر الغرامة لأخذها يوسف البلايلي. وهاي نبدأ، وكالعادة كان مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس وحط زر اللايك ليصلك كل أخبار الكرة التونسية والعالمية. الفيفا قررت إيقاف يوسف البليلي عن ممارسة أي نشاط رياضي، لعب أو تدريب أو حتى دخول بنك الاحتياط لمدة سنة كاملة ابتداء من مارس 2026. يعني أنه البليلي باش يغيب على كأس العالم. القرار هذا دولي، يعني لا ينجم يلعب في تونس مع الترجي ولا في أي بطولة أخرى في العالم. وعلاه صار القرار هذا من أصله؟ المشكلة ماهيش فنية بل هي قانونية أخلاقية. نادي أجاكسيو الفرنسي ربح القضية بعد ما أثبت للفيفا أنه البلايلي استعمل وثائق مزورة باش يخرج من الفريق ويتحصل على بريم ما عنده فيه حتى حق. الفيفا اعتبرت الحكاية هذه احتيال تلاعب بالعقود. الفيفا ما وقفتش عند الإيقاف برك، بل حكمت على يوسف البلايلي ويدفع تعويض مادي للنادي يوصل لي 6 مليون يورو، وإذا ما يخلصوش العقوبة تنجم تزيد تتعكر وتولي أقصى. واللي زاد الحكاية تعقيد إنه القرار جاء ويوسف البلالي مازال كي بدا يتعافى من إصابة الرابط الصليبي اللي تعرض فيها في نوفمبر 2025. يعني يوسف توا حصر بين ركبته اللي خانته وبين القانون اللي عاق. قانونيا الترجي الرياضي التونسي يلقى روحه في مأزق. اللاعب خالص ومقيد في القائمة لكن ممنوع من اللعب بقرار دولي. فما كلام تقول إنه إمكانية فسخ العقد بالتراضي أو تعليقه لانتظار نتيجة الاستئناف في الطاس. باختصار الفيفا قالت يوسف البليلي غلط في حق نادي أجاكسيو وتلاعب بالأوراق، والعقوبة هي سنة بعيد على الملاعب و2 مليون يورو غرامة. وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل أخبار الكرة التونسية والعالمية.